سلام حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الا كان شعركم كيتضرر بسرعه وكيتقصف وكتقلبي على شامبوان اللي ينظفو ويخليه ناعم ولامع بلا ما تحسي بانه ناشف، فاليوم غادي نجرب معكم واحد الشامبو اللي شدني بزاف، وهو هاد الشامبو هذا فوكابانا اللي بالبابونج والعسل. هاد الشامبوان رائع البنات، ولكن السؤال واش فعلا كيستاهل تجربه وشنو دار مع شعري؟ خليكم معايا حتى الاخير باش تعرفوا. هاد الشامبو هذا فيه البابونج والعسل، هانتوما كيف ما كتشوفوا فيه البابونج والعسل، ومكتوب عليه انه كيصلح لجميع انواع الشعر، وكيصلح كذلك للشعر اللي مضرر بزاف. اول حاجه اللي عجبتني فيه هي الرائحه ديالو زوينه، عرفتي البنات ريحته واعره يعني منعشه، وماشي من دوك الروايح اللي كيكونوا مجهدين بزاف. جربته على شعري وخديت واحد الكميه مناسبه ودلكت الفروه ديال الراس ديالي مزيان، ومن بعد شللته بالماء. ومن بعد ما نشف شعري اول حاجه لاحظت فيه هي ان شعري ولا نقي وخفيف وفيه واحد اللمعان وواحد النعومه، ولكن بطبيعه الحال راه النتيجه كتختلف من شعر لشعر، خصوصا الا كان الشعر جاف او دهني او شعر مصبوغ. بالنسبه لي انا، الا كنتي كتقلبي على شامبوان ديال الاستعمال اليومي وبغيتي حاجه اللي زوينه وتعطيك واحد الاحساس بالنعومه، وكذلك يكون شعرك يعني خفيف بزاف ورطب، فانا كنصحك بهذا الشامبو هذا البنات. هانتوما شوفوا فيه مزيان، هذا شوفوا حتى الكميه ديالو راه كتيره، راه يدوز لكم. هانتوما شوفوا شحال فيه. بالنسبه ليا انا هذا عجبني بزاف، لان انا كنشارك معكم غير الحاجه اللي كنكون مجرباها وعطاتني نتيجه، يعني كنشاركها مع المتتبعات ديالي. وفي الاخير البنات، هذه كانت تجربتي مع هذا الشامبو هذا. انا شخصيا عجبني، لا من ناحيه النظافه ولا الريحه ولا الاحساس اللي خلاه ليا في الشعر، ولكن الاهم هو ان كل وحده تجرب وتشوف واش كيناسب النوع ديال الشعر ديالها. الى عجبكم هذا النوع ديال التجارب، خليو لي رايكم في التعليقات وقولوا لي شنو هو المنتوج اللي بغيتوني نجربه لكم في المره الجايه. وما تنساوش بطبيعه الحال ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم بحول الله.